نكمل مع بعض رابع نقطة عندنا في الدرس الأولاني reading and writing big numbers. خلي بالك أنت لو سمعت الثلاث فيديوهات اللي قبل ده هتلاقي الجزء ده سهل وبسيط. وخلي بالك في سنة رابعة في أول يونت أصلا هتلاقي كلها معتمدة على بعضها، يعني أنت لازم تفهم الدرس الأول تفهم الدرس الثاني عشان تعرف الثالث وهكذا. أنت لو فهمت الأساسيات من الأول وتمشي معايا خطوة خطوة زي ما أنا بشرح لك ترجع تحل على كل درس هتلاقي نفسك خلصت اليونت بسهولة، لأن هو الدرس كله بيتكلم على نفس النقطة البليس فاليو وإزاي أهم حاجة إن أنت تعرف تطلع الرقم إيه عشان تحل عليه. طب هو هنا بيقول لك انت ازاي تقرا ايه الارقام الكبيره. فاكر اهو قال لك ان انت عندك هنا big numbers are split into groups، ان انت كل الارقام الكبيره بتتقسم لمجموعات. تمام. طب المجموعه دي اسمها ايه؟ بيريود. اوعى تنسى الكلمه دي كلمه مهمه. بيريود دي معناها مجموعه، يعني دي كده بص الوانز دي الثلاث ارقام كده دي ايه؟ بيريود. دي بيريود دي بيريود ده بيريود ده كده يعني بيريود ده مصطلح علمي احنا ايه هنتكلم بيه. مش كنت بقول لك في الاول دي مجموعه اولى وثانيه وثالثه هي اسمها بيريود. انا كنت سايبها ايه لحد ما نوصل لها بس انا بفهمك كنت الفكره فوق. طيب وخلي بالك بيقول لك ايه ان انت ذا كوما اذا نمبر ار وات شو يو وير اتش بيريود ان، يعني الكوما بتظهر لك نهايه كل مجموعه. يعني انت لما تحط هنا كوما وانت لازم تبقى فاهم ان انت كل ثلاث ارقام لازم تحط كوما عشان تبقى فاهم ان المجموعه الاولى خلصت وتبدا في المجموعه الثانيه، البيريود الاولى خلصت وتبدا في البيريود الثاني، البيريود الثانيه خلصت تبدا في الثالثه، الثالثه خلصت في الرابعه. انا ما اعتقد ايه سهلتها لك وبسطتها لك اهو. تمام كده. هنا اهو حاطط لك ايه ستيبس عشان تقرا. طب ممكن نقرا الستبس مع بعض. اول حاجه بيقول لك split the number into pairs. اول حاجه ان انت بتقسم الارقام لمجموعات. خلاص قسمناها اهو. بتبدا من اليمين، لازم تبدا من اليمين لان اول واحده وانز، الثانيه ثاوزند، الثالثه مليون، الرابعه مليار وفي حاجات تانية. طب بعد كده بنقرا اهو بيقول لك ريد اتش بيريد از نورمال 3 ديجيت نمبر. بتقراهم كل ثلاث ارقام كانهم كل مجموعه كانها ثلاث ارقام عاديه. بس هو في نقطه ان انت وانت بتقرا يعني مثلا بتقول هنا ال 3 بعد كده تقرا المجموعه بتاعتها المليار. تمام كده. وانت لما بتيجي تقرا بتقرا الجزء بتاع ال100 لوحده والوانز والتنز مع بعض. يعني لما تيجي تقرا هنا هتقول 506 بعد كده تقول المليونز في الاخر. طب تعالى ناخد دي، تعالى نقرا دي نقسمها كده اهو. نقرا 247,000. بناخد اول رقم بنقراه مع الايه مع ال100 بعد كده الرقمين التانيين مع بعض ونقرا قبل الكوما بنقرا ايه اسم المجموعه كامل. انا ما اعتقد ان انا سهلتها لك وبسطتها لك وانت بتقرا. هتقسمها مجموعات تقسم ال100 لوحده وتقرا واحده واحده. جرب بس انت وانت بتعمل المثال ده خطوه خطوه هتلاقي نفسك بتقرا بكل سهوله. بص وخلي بالك من المعلومه دي ان انت ده وانز، اي حاجه هنا في الوانز دي ما بتتكتبش ما بتتقريش. يعني انا بقول هنا 190 فقط ما بقراهاش. زي ال7 هنا بقول 47. هل انا بقول 47 وانز؟ لا طبعا. ما بجيبش ايه سيره الوانز نهائي ولا في اسم المجموعه ولا ايه في لو خدت جزء لوحده. تمام كده. طب تعالى نحل الثلاث اسئله ايه على الجزء ده. اول حاجه ريد وعايزك تقرا الرقم in short way. في عندنا طريقه اسمها ايه الشورت، واحنا بنقرا بنكتب الرقم زي ما هو. يعني احنا ناخد اول مجموعه دي من بعد الكوما 384. بس قبل ما اخدها او اعرف تعالى نقسمها. اول حاجه عندنا اهو دي مجموعه 2 3. اول مجموعه دي في الوانز 1000 المليون، فانا هاخد الارقام اللي قبل الكوما زي ما هي 384 مليون. تمام كده. بعد كده اخد 205,000. تمام. بعد كده اقول 617. شفت قسمتها ازاي؟ بص انا هكتبها لك تحت 384 مليون بعد كده كوما 205,000 كده حط الكوما 617. شفت قسمتها وسهلتها ازاي؟ تعال ناخد المثال التاني مع بعض. تاني مثال اهو. اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه احط الكوما، اخد ايه عند الكوما احط خط واقسم اهي الوانز 1000 مليون مليار. اول حاجه اقول ان الفايف اهي في المليار 5 مليار. تمام. انا بس بكتبها لك باختصار هنا عشان هتوسع مني بس انا كاتب لك الاجابه تحت برضه 5 مليار. بعد كده الزيرو والزيرو دول ما بكتبهمش خلاص، انا بكتبها على طول 3 في ايه في المليون. تمام كده. بعد كده اكتب 521 دي مجموعتها في ال1000. بعد كده 260. شفت الموضوع سهل ايه وبسيط ازاي. طب هنا السؤال الثالث بيقول لك هاو ماني بيريودز ده في كام مجموعه هنا في كام كوما على طول خط 2 3. عندك كام مجموعه 1 2 3 يبقى انا عندي هنا 3 بيريود. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي. شفت كل ده اصلا مبني على اول خطوات احنا عرفناها وقسمنا من اول الدرس. تلاقي الدنيا سهله وبسيطه.